عش سقارة قرية تغرق في المياه. طبعا انتوا عارفين ان سقارة ديت يعني منطقة أثرية رائعة وجميلة ولكن بكل أسف بدأت قرية بالكامل تغرق في مياه الصرف الصحي، وبقالها 4 سنين. المحافظة كل اللي بتعملها محافظة الجيزة تبعت حد يروح هناك القرية يعني يا دوبك بس يشغل شوية المية والشفط دوت، والناس تيجي تقعد تجري بقى الاهالي عشان تجيب سولار وتجيب بنزين وتجيب. القصة كبيرة، بس اللي كاتبها زميلنا في المصري اليوم الصحفي مصطفى السيد. مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى. ايه حكايه عش سقاره اللي انت اثرتها في جريده المصري اليوم عدد غد؟ هي قصه بس باختصار يا فندم. هي القريه دي احدى القرى التابعه لقريه شبرمنت افراد النمرس مريوطيه. نعم. القريه دي عندها ازمه بقى لها 4 سنين. الناس اللي بتعمل تعديات بتعمل ردم لترعه المريوطيه من اولها من تحت المحور. الحاجات دي كلها بترفع منسوب المياه في الترعه من القريه دي، فبالتالي المصرف اللي بيروي الاراضي هناك بتترفع فيه منسوب المياه، فغرق الاراضي الزراعيه هناك وغرق المنازل. الازمه دي بقى لها تقريبا اكتر من 4 سنين. راحوا للمسؤولين اكتر من مره، بيروحوا المسؤولين بينزلوا الميه، بيشفطوا الميه بمكن وبعد كده بيمشوا والازمه بترجع تاني. عدد كبير جدا من الاهالي ترك البيوت بتاعتهم لان الميه اترفعت فيها حوالي 1.5 متر. في اراضي زراعيه انا ركبت فيها مركب، مشيت جوه ارض زراعيه بمركب من منسوب الميه العادي فيها. طبعا بعد ما الموضوع اتنشر سياده اللواء اسامه شمعه نائب محافظ الجيزه راح هو ومدير مديريه الري، شفطوا الميه. ولكن الميه النهارده رجعت تاني بالليل والاهالي لسه مكلميني، وانا بكره ان شاء الله رايح تاني علشان اعمل معاهم متابعه، علشان هم المشكله في المحافظه ان هم بيعملوا يشفطوا الميه لكن مفيش حل جذري. مفيش حل جذري. نتمنى يكون في حل ان شاء الله. متشكر جدا مصطفى السيد الصحفي بجريده المصري اليوم على طرح مثل هذه الملفات التي تخدم وتهم المواطن في المقام الاول. النهارده عندي في الاخبار تحرير طفل اختطفه 3 مسجلين خطأ